المدينة الذهبية، السر اللي خلى الناس يختفي واحد مورا واحد. هاد القصة ماشي بحال أي قصة، لأن اللي غادي تسمعوه الليلة خلى قبائل كاملة تخاف حتى تنطق اسم المدينة الذهبية. كاينين ناس كيقسموا بالله انهم شافوا الضوء ديالها وسط الجبال، ولكن اللي مشي عندها ما عمر شي واحد رجع كيف كان. كانت الساعة قربت لنص الليل، الريح كتصفر بقوة، وكلاب القرية كيعويو بطريقة غريبة. في وسط الظلام كان ياسين جالس بوحدو فوق سطح دارهم القديمة، كيشوف في القمر بعينين عامرين بالحيرة. ومن بعيد سمع جوج رجال كبار في السن كيهضروا، ولكن بصوت منخفض بزاف. كيقولوا هاد العام بان الضوء الذهبي مرة واحدة فقط، ما تعاودش. التاني سكت وقال بصوت خايف، يعني المدينة رجعت تختار ضحية جديدة. ياسين تجمد في بلاصتو. كيفاش؟ المدينة الذهبية؟ هاد الاسم فعلا كان كيسمعو من صغرو، ولكن أول مرة يسمع ناس كيهضروا عليه بهاد الخوف الحقيقي والرعب في أصواتهم. هبط بسرعة عن جداتو لاقية، لقاها تصلي كيف العادة وعينيها عامرين دموع، وهادشي اللي جاب ديه الحيرة. جدات ما موافاش تبكي، ما موافش يشوفها حزينة، ولكن اليوم شافها عينيها عامرين دموع. اشنو السبب؟ شاف فيها مخلوع وقال ليها جداتي مالكي؟ شوية تفكر الموضوع علاش جا، قال ليها واش بصح المدينة الذهبية حقيقية؟ فجأة وجهها رجع صفر. حاولت تبدل الموضوع، ولكن ياسين شد يديها وقال جاوبيني عافاك، واش بصح المدينة الذهبية حقيقية؟ هنا تنهدعت وقالت بصوت مرتعش لو كان السر يبقى مدفون كون حسن. قرب ياسين كتر، شاف فيها وقال لها شنو كتعرفي؟ سكتات شوية ومن بعد قالت أخطر جملة سمعها في عمره: بوك ما ماتش ياسين، المدينة الذهبية خداتو. سكت العالم كامل بالنسبة لياسين، قلبه بدا يدق بسرعة. انطق وقال شنو؟ أبي حي؟ ولكن أنا في خباري بين توفى. جدة بقت ساكتة وعينيها فيهم خوف قديم. نهدات وقالت من 20 عام خرج وهو مجموعة ديال الرجال يقلبوا على المدينة الذهبية، ومن داك النهار الناس بداو كيختفيو. ولكن قبل ما يختفي ويمشي خلالك واحد الأمانة. دخلات للغرفة القديمة اللي مقفولة من سنين متفتحات. أول مرة كتفتحها حلات صندوق خشبي مغبر قديم، وفي الداخل ديالو خرجات خريطة قديمة مرسوم فيها جبن على شكل جمجمة، وفوق الخريطة مكتوب بالدم: إلا وصلت لك هاد الرسالة عرف بلي الوقت سالا. ياسين الدم جود في العروق، بقى كيشوف هو خايف، رجع باللور خاف وترعب. ولكن الحاجة اللي صدمته كتر
هي أن الخريطة كانت جديدة ماشي قديمة، يعني شي حد حطها مؤخرا. وفي نفس اللحظة سمعوا صوت طاق قوي في الباب، شي حد كيدق بالجهد، طاق طاق طاق. الريح كانت قوية داك الليلة، وداك الليل بالضبط كان مخيف. خرج ياسين خايف ويشوف وورد الباب، ولكن ما لقى حتى شي حد، ما لقى حتى حد، غير واحد الكيس صغير مرمي قدام الباب. فتح داك الكيس ولقى داخلو خاتم ذهبي محفور فيه نفس الرمز اللي في الخريطة، وفوق الخاتم ورقة صغيرة مكتوب فيها. اشنو في نظركم هيكم مكتوب فيها؟ مكتوب فيها إلا بغيتي تشوف باك حي تبع الضوء. ياسين ما فهم والو، داك الليلة منهش، دازت ليلة طويلة عليه. كل دقيقة كان كيفكر واش بصح أبي حي، واش المدينة كتخطف الناس، وشكون اللي حط هاد الخاتم، شكون غيجاوبني على هاد الأسئلة اللي أنا كنفكر فيهم دابا. لقى راسو بوحدو، ومع الفجر قرر انه يمشي. جداتو عنقاتو بقات كتبكي وتقول ليه هذا الطريق ما كيرجعش، اللي خرج في هاد الطريق ما كيرجعش يا ولدي. ولكن ياسين كان حاس بشي حاجه قويه كتجرو. خرج بوحدو وسط الجبال، وكان الضباب كتيف داك الليله، وفي الصباح كذلك بقى داك الضباب ممشاش بطريقه غريبه. كل ما تقدم كيحس ان شي حد كيراقبو، حتى سمع صوت خطوات من موراه. دار بسرعه ولكن ما لقى حتى حد. ولكن فوق التراب كانت اثار اقدام كثيره، بحال الا ناس كثار كانوا تما كيحضيوه وكانوا معاه غير بالثواني. كمل هو خايف، كل مره يدور يشوف شكون وراه، حتى وصل لواحد الغابة، غابة سوداء، شجر فيها طويل بزاف بواحد الشكل مخيف، والطيور ساكتة ما كيتسمعش صوتها. وهو كيخاف وهو كيترقب، فجأة شاف بنت واقفة وسط الغابة، لابسة لبسة بيضة، شعرها طويل مغطي الملامح ديال وجهها ما كيبانش. شاف فيها قلبها يسكت بالخوف وقال شكون انتي؟ البنت جاوبات انا هنا كنستناك. الدم جمد في عروقو للحظة ورجع خطوتين للور، نطق وقال كيفاش؟ رفعت البنت وجهها بشوية، عينيها كانوا ذهبيين بالكامل، كيبان فيهم والو فقط اللون الذهبي. قالت لي المدينة اختارتك. وفاش اختفت من قدام عينيه، ياسين بدا كيجري هو خايف مرعوب. لكن من بعيد بان ليه ضوء ذهبي قوي وسط الجبال. الضوء كان كيناديه، وكل ما قرب كيحس براسو كينسى العالم الحقيقي. حتى وصل الباب كبير من الذهب الخالص، مكتوب فوق الباب كل داخل يفقد شيئا. فتح الباب بشوية والصدمة كانت أكبر مما يتخيل. المدينة عامرة بالناس، لكن كلهم ساكتين، كيمشيو ببطء بشوية، عيونهم فارغة، كيشوفوا فراغ بحال الأموات ولكن عايشين. وفي وسطهم شاف راجل واقف كيشوف فيه. قلب ياسين وقف
كان هذاك أبوه، باه اللي عمره ما شافه، غير كيسمع ليه، لكن وجهه كان شاحب بزاف وعينيه حتى هو ذهبيين بحال العافية. الأب قال بصوت بارد: علاش جيتي؟ سال الدمع من عينين ياسين ونطق: بابا. لكن الأب صرخ فجأة: هرب قبل ما يشوفك الملكة. وفي نفس اللحظة السماء كحلت، رجع لونها أسود، الأرض بدات كتزلزل، وسمعوا صوت امرأة كيتردد في المدينة كاملة: ضيف جديد وصل. هنا الناس كاملين حبسوا الحركة وداروا وجوههم على ياسين ببطء، والغريب انهم كاملين عيونهم ولات ذهبية، بداو كيقربوا منه خطوة بخطوة بخطوة. اما هو بدا كيرجع باللور، هو كيتنفس بسرعة، الناس كاملين كيقربوا منه، وهو بنفس الخطوات بطيئة ونفس نظرة الرعب، والعيون ذهبية، وجوه بلا روح، سكوت، خوف أكثر من الصداع. صرخ: بابا، شنو واقع؟ هادشي شو واقع هنا؟ لكن باه ما جاوبوش. مباشرة شدو من يدو بقوة وهمس: ما تبقاش تشوف في عيونهم، إذا شفت الملكة سالينا. وفجأة المدينة كاملة طفات، ضوء كاملين طفاو، الأضواء الذهبية طفات، رجع الظلام في كل مكان، كيبان والو. ومن بعيد سمع صوت كعب امرأة كيدق فوق الأرض: طق طق طق. كل خطوة كانت كترج في المدينة، الناس كاملين كحل في المدينة ركعوا للأرض دفعة واحدة، حتى الأب ديال ياسين نزل راسو وهو مرعوب. أما ياسين بقى واقف، ومن وسط الظلام بانت امرأة طويلة لابسة تاج ذهبي ثقيل، وشعرها أسود طويل كيوصل حتى الأرض. لكن أخطر حاجة إن وجهها ما كاينش، ما كيبانش، بحال الضبابة. وقفت قدام ياسين مباشرة وقالت بصوت ناعم ولكن مرعب: وأخيرا ولد الحارس رجع. تجمد ياسين، ما فهم والو. شنو؟ رفعات الملكة يدها ببطء، وفجأة خرجت صور في الهواء بحال السحر. شاف باه شاب واقف قدام نفس الملكة قبل 20 عام، وكان كيسمع صوتها: احرس المدينة وخلي الذهب ناعس. التفت ياسين لباه وقال: انت كنتي خدام عندهم؟ نزل الأب عينيه وقال بحزن: ما كانش عندي اختيار. الملكة ضحكات ضحكة خافتة، قالت: بوك حاول يهرب وهادشي ممنوع. وفجأة ظهر أثر حرب كبير في عنق الأب، كل واحد كيحاول يهرب، المدينة كتعاقبه. ياسين بدا الخوف كياكل فيه، ولكن قبل ما يهدر سمع صراخ قوي جاي من بعيد. صرخت بنت:
التفت بسرعة ودار، شاف نفس البنت اللي شافها في الغابة محبوسة داخل قفص ذهبي فوق برج عالي، كتغوت وكتقول: أنقذني قبل ما يفوت الوقت، دغيا عتقني. ياسين سول وقال: شكون هادي؟ الملكة سكتات لثواني ومن بعد قالت بابتسامة مخيفة وماكرة: هاد البنت آخر شخص حاول يسرق قلب المدينة. تساءل ياسين وقال: قلب المدينة؟ الملكة شافت في السماء وقالت: السر الحقيقي ماشي ذهب. وفجأة الأرض شقات، وسط الساحة طلع عمود ضخم ديال الضوء، ضوء ذهبي. داخل الضوء كان كاين قلب عملاق كينبض، كل نبضة كتخلي المدينة تتحرك. قالت الملكة: هاد القلب هو اللي كيخلي المدينة حية، وكل روح كتدخل هنا كيتغذى منها. ياسين خاف وتراجع، يعني الناس هنا سجناء؟ ضحكت الملكة وقالت: لا، هما الوقود. هنا فهم ياسين علاش الناس كيتبدلوا. المدينة كانت كتسرق الأرواح ديالهم شوية بشوية حتى كيوليو بلا مشاعر بلا إرادة. فجأة الأب شد ياسين من كتفو وقال بسرعة: سمعني مزيان، خاصك تهرب دابا. ياسين قال: وانت؟ الأب جاوب بحزن: أنا فات الوقت عليا. وقبل ما يكمل كلامه الملكة ضبات، عيونها شعلوا نار، صرخات بصراحات غريبة عمرت المدينة. وفجأة الناس كاملين بداو كيجريو نحو ياسين بحال زومبي. الأب وقف قدامهم وصرخ: جري! هنا ياسين سمع كلام باه وبدا كيجري بين الأزقة الذهبية، والناس موراه. الأرض كتهز، الأصوات كتزاد، حتى وصل للبرج العالي. طلع الدروج بسرعة هو كيتنفس بسرعة. وصل للبنت المحبوسة وقال: شكون انتي؟ قالت وهي كتبكي: سميتي لايان، وأنا الوحيدة اللي عرفت كيفاش نحطم المدينة. سولها ياسين بسرعة كيفاش. شارت للقلب الذهبي اللي في السماء وقالت: خاص القلب يتحطم، ولكن اللي يحطمه لا يموت. سكت ياسين وسكتت كاع الأصوات حداه، طبعا غير المخيلة ديالو، أما كلشي باقي، كلشي حداه كيف ما خلاه. صوت الناس كيقرب. الملكة طلعت في الهواء وهي كتقول بصوت مرعب: اختار يا ياسين، إما تنقذ نفسك أو تنقذ الجميع. القلب كان كينبض بسرعة، المدينة كاملة بدات كتشقق. أما ياسين فاش شد الخاتم الذهبي اللي عطاوه واكتشف فجأة أنه كيلمع بطريقة غريبة. لايان توسعت عينيها وقالت: مستحيل، هاد الخاتم هو المفتاح. شنو كيدير؟ تساءل ياسين. قالت: الخاتم يقدر يفتح قلب المدينة. ياسين قال: ولكن قبل ما تكمل كلامها الماكينة ظهرت وراهم مباشرة وقالت بابتسامة مرعبة: للأسف اللعبة سالت. الملكة كانت واقفة مباشرة وراهم، قريبة بزاف، لدرجة أن ياسين حس ببرد قاتل خارج من جسمها. أما ليان وجهها تصفر بالكامل، الراس صفر. قالت الملكة وهي كتبتسم: بصراحة كنت كنتسنى هاد اللحظة من سنين. شدت ياسين من ذقنه وقالت: ولد الحارس
وحامل الخاتم أخيرا وصل. حاول يهرب ولكن رجليه ما بقاوش كيتحركوا. المدينة كاملة كتضوي بقوة، والقلب الذهبي في السما كينبض بسرعة مرعبة. دوم دوم دوم، كل نبضة كتخلي الناس كيهوتوا بالسلام، كيهوتوا بصراخ بألم. قال ياسين بصعوبة: شنو بغيتي مني؟ الملكة قربات من ودنه وهمسات: بغيت قلبك. وفجأة الخاتم اللي في يد ياسين سخن بطريقة خطيرة، خرج منه ضوء قوي، دفع الملكة للور وصرخات بغضب: لا، مستحيل! ليان شهقات وقالت: الخاتم اختارك يا ياسين. ياسين تساءل: كيفاش؟ قالت بسرعة: هذا الخاتم كان ديال أول حارس للمدينة، واللي لبسه يقدر يتحكم في قلبها. وفي نفس اللحظة الجدران شكات، ومن داخل الحيطان بداو خارجين الناس، وجوههم هزيلة، عيونهم مطفية، بسلاسل ذهبية مربوطة في أعناقهم. كانوا بزاف، ماشي بالمئات إنما بالآلاف، أرواح الناس اللي خداتهم المدينة عبر السنين ومئات السنين. بداو كاملين كيغوتوا وبنفس الصوت كيقولوا: حررنا حررنا حررنا. ياسين رجع مرعوب، رجع اللور وهو خايف مرعوب، وجهه صفر. أما الملكة صرخات وقالت: سدوا البوابة قبل ما يفيت القلب. لكن كان الوقت متأخر. الخاتم بدا كيشع أكتر فأكتر فأكتر، وفجأة ظهر باب ضخم في السماء فوق القلب الذهبي مباشرة. الباب كان كله نقوش ذهبية غريبة، كيخرج منه ضوء أبيض قوي. ليان توسعت عينيها وقالت: هذا هو المخرج الحقيقي. ياسين قال: يعني نقدر نهرب؟ ليان سكتت وما نطقاتش. قال لها: تكلمي، سربي بسرعة. وهو خايف. ليان نزلت عينيها وقالت بحزن: الباب ما كيخرج، غير روح وحدة فقط. سكت ياسين، شافت فيه ليان وهي كتبكي: إما أنت إما أنا. وقبل ما يجاوب الملكة طارت نحوهم بسرعة مرعبة. شعرها تحول دخان أسود، وجهها بدا يبان أخيرا، وكانت صدمة. وجهها ما كانش وجه إنسانة، كان نصفه ذهب والنصف الآخر هيكل عظمي. وقالت بصوت مخيف: حتى واحد ما غادي يخرج. هجمت عليهم في دقة. شدت ليان من رقبتها ورفعتها للهواء. بقت ليان كتختنق وتغوت: ياسين القلب، ياسين القلب. شعل الغضب في قلب ياسين وشد الخاتم بكل قوته وجره نحو القلب الذهبي. المدينة كلها بدات كتنهار، الناس كيجريو وكيهوتوا وكيصرخوا، القصور الذهبية كطيح والسماء ولات حمراء. أما الملكة فسخات: إلا دمرتي القلب غتموتوا كاملين. لكن ياسين وقف قدام القلب العملاق، شاف الداخل ديالو أرواح الناس محبوسين، ومن بينهم شاف روح الأم ديالو كتشوف فيه وكتبتسم بحزن، وقالت بصوت خافت: حررهم ولدي، حررهم كاملين. سال الدمع من عينيه ورفع الخاتم وغرسه في قلب المدينة. وفجأة وقع انفجار ضخم خلى الضوء يعمي الجميع.
صرخات الأرواح عمرت المكان، والمدينة كاملة بدات كتفكك. الذهب تحول غبار، السلاسل تكسروا، والناس بداو يفيقوا من اللعنة. أما الملكة فبقات كتحترق وهي كتغوت: المدينة لا، ما يمكنش تموت، لا. لكن جسدها بدا كيتحول لرماد حتى اختفت بالكامل. وفي وسط الفوضى ليان جرات بجري سريع نحو ياسين، لكن الأرض شقات بهم. قالت وهي كتبكي: ياسين، ياسين. ابتسم لها ولأول مرة بهدوء وقال: راه كنت باغي غير نرجع الناس لديورهم. قالت ليه: لا، خرج معايا. لكن الضوء بدا كيبلعو، واخر حاجة شافها هي ياسين كيغرق وسط النور الابيض وهو مبتسم. وفجأة كلشي سكت، عام الصمت، مبقى كيتسمع والو. بعد ايام الناس اللي كانوا مفقودين رجعوا لقبايلهم، كل واحد فيهم ما فكرش شنو وقع، ما بقى عقل الا والو، من غير شخص واحد. ليان هي الوحيدة اللي بقات كتعرف الحقيقة. رجعت للجبل مرة أخيرة ولقات المدينة الذهبية اختفت بالكامل، ما بقى غير حجر صغير فوق التراب. شداتو كتشوف فيه، والمفاجأة لقات مكتوب فيه: بعض الأبواب خاصها تبقى مسدودة. لكن منين رفعت عينيها شافت من بعيد شخص واقف وسط الضباب، شاب لابس لباس أسود وعينيه كيضويو بلون ذهبي خافت. وهذا الشخص كان هو ياسين. ابتسم ليها ابتسامة غامضة ومن بعد اختفى وسط الضباب.